الوحش الكرواتي أنطونيو بلازيباد ضد أفضل مقاتل حمل قفازات الكيك بوكسين الهولندي ريكو فيرهوفن. نزال على لقب الوزن الثقيل لرياضة الكيك بوكسين. الفائز منهما سيكون هو البطل وحامل الحزام. مقطع ممتع وشيق حول المعركة الأسطورية الطاحنة على اللقب بين ريكو فيرهوفن وأنطونيو بلازيباد. نزال يمكن اعتباره أحد أفضل نزالات الوزن الثقيل على الإطلاق، لأن هذين المقاتلين يتمتعان بتقنيات قتالية هائلة. هذا المقطع سيكون عبارة عن تحليل ونظرة شاملة لهذه المعركة، لكن قبل البدء إن كنتم من محبي متابعة أخبار الرياضات القتالية فضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا. كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. لا حديث هذه الأيام إلا عن المعركة القادمة لملك الكيك بوكسين الحالي الهولندي ريكو فيرهوفن. هذا المقاتل حقق كل شيء في هذه الرياضة، استطاع هزيمة أقوى المقاتلين وتربع على عرش الوزن الثقيل لسنوات متتالية منذ سنة 2014 وهو ينتصر. حافظ على أقوى حزام في عالم الرياضات القتالية ل8 سنوات متتالية بدون هزيمة، لكن هذه المرة عرش الهولندي مهدد من قبل الكرواتي أنطونيو بلازيباد. هذا المقاتل أيضا له سجل قتالي خرافي، يتمتع بأسلوب هجومي مرعب وله لكمات قوية، حيث انتصر في آخر 4 نزالات له بالضربة القاضية، وهو أيضا مصنف في المرتبة الأولى عالميا لمقاتلي الوزن الثقيل. أنطونيو بلازيباد ضد ريكو فيرهوفن، معركة أسطورية حقا، لأن واحدا منهما سيكون هو البطل. فيرهوفن الذي حافظ على حزامه لسنوات متتالية ربما هذه المرة لن يستطيع الحفاظ على هذا الحزام، لأن بلازيباد مصمم على التتويج بهذا الحزام. فقد تحدى ريكو في أكثر من مرة وقال بأنه سيهزمه بالقاضية. بلازيباد كان ينتظر فرصته لمواجهة فيرهوفن، وهي تلك الفرصة التي كان ينتظرها قد سمحت له. المعروف عن بلازيباد أنه مقاتل نشيط، فهو المقاتل الوحيد الذي خاض العديد من النزالات مؤخرا. لم يرفض أي نزال عرضته عليه بطولة جلوري سوى نزال واحد فقط، وهو عندما قررت جلوري إقامة نزال له ضد صديقه المغربي جمال بن صديق، حيث رفض كل من جمال وبلازيباد مواجهة بعضهما البعض، لأنهما صديقان مقربان ويتدربان في صالة رياضية واحدة رفقة المدرب المخضرم مايك لوباسونير. فلم يتبقى سوى أشهر قليلة فقط لنشاهد أحد أعظم نزالات الوزن الثقيل. جلوري لم تحدد موعد هذه المواجهة بعد، لكن من المترقب أن يقام هذا النزال في شهر مارس المقبل، لأن جلوري نزلت بيان رسمي بأن بطاقة جلوري كولوجين 5 ستقام بعد أن تنتهي من تنظيم بطاقة جلوري 83. إذن الكرواتي أنطونيو بلازيباد ضد الهولندي ريكو فيرهوفن. في هذا النزال واحد منهما لن يخرج بصحة جيدة. أجيبوني من خلال التعليقات، من تتوقع بأنه سيكون الفائز، فيرهوفن أو بلازيباد؟ فأنا أستمتع كثيرا بقراءة تحليلاتكم التي تضعونها من خلال التعليقات. قبل نهاية المقطع لا أوصيكم وفضلا اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديدنا. كذلك ضعوا إعجابكم بالمقطع لينتشر بشكل أكبر. كان معكم محسن، إلى اللقاء.